يا ترى لو قلت لكم ان القصر ده كان ممكن يتحول لمزار سياحي زي قصر عابدين مثلا، لكنه اتحرق مرتين وتحول لمدرسة، وزي ما انتم شايفين في الاخر كده مقفول لحين اشعار اخر. هنا عاش عمر طوسون. ده قصر الامير عمر باشا طوسون، واحد من افراد العيلة العلوية، حفيد محمد علي باشا. كان مثقف وسياسي ومهتم بآثار وتاريخ مصر أكتر من ناس كتير كانت بتحكمها، لدرجة إنه ساهم بفلوسه ونفوذه عشان سعد الزغلول في ثورة 19. وكتير من المؤرخين كتبوا إنه كان صاحب فكرة الوفد اللي سافر للمطالبة باستقلال مصر، ووقف مع مصطفى كامل وقت إنشاء الحزب. شارك في مؤتمرات دولية، كتب كتب، مول حفريات بنفسه. وقصره ده اتبنى سنة 1892، تحفة معمارية في قلب شبرا. بس للأسف بعد الثورة القصر اتحول لمدرسة وتعرض لحريقين، والنهاردة أغلب اللي ماشيين جنبه مش عارفين هو كان إيه، فقط لوحة هنا عاش وخلاص. وصوره اتحول لمكتب بريد ومكتب لصرف المواد التموينية. تفتكروا لو ما كانش في شبرا كان زمانه اتنسى كده؟ اكتبولي في الكومنتات، عديتوا على القصر ده ولا لأ؟